السلام عليكم يا إخوان والأخوات الأحرار، تحياتي للجميع، مرحبا بالجميع. الإخوان، الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تمنح الملك محمد السادس جائزة التميز الرياضي. محمد السادس هو الرياضي الأول. هذا خبر اللي خلاني ندير واحد الفيديو الخوت غير باش اللي مهم في هذا الفيديو هو أن الملك محمد السادس مستدعي باش أنه يحضر يوم 14 في الشهر المقبل، في شهر مارس، في العاصمة رواندا كيغالي، باش أنه يعطيوه هذه الجائزة هذه ديال التميز الرياضي. اللي مهم في الإخوان، اللي خلاني ندير الفيديو كيف ما قلت هو باش تعرفوا بأن الملك محمد السادس واش فعلا بصحة جيدة كما كتدعي الصحافة الصفراء. كيحاولوا دائما يبينوا بأنه بصحة جيدة وحي يرزق، ودائما كيخليو شكوك كبيرة. فهذه واحد المناسبة باش تعرفوا المغاربة، واش إذا بان في هذا الحفل هذا الكروي غادي تما تديو فكرة وتعرفوا واش فعلا بأنه بصحة جيدة. وإذا بقاو كيتهربوا ويديروا داك خاوية في عامرة، فاللي خصكم تعرفوا بأن راه فعلا هاد السيد جوج ديال الحالات: يا إما السيد عنده واحد متدهور الصحة، لأن راه كيعاني طريح الفراش، يا إما مول الأمانة دا أمانته. وكيحاولوا يتكتموا على مثل هاد الأخبار هادي باش يصفيو الأمور ويثبتوا الهالك، عفوا باش يثبتوا حسن الثالث اللي هو قليشة، أو لا يحطوا آه البيطالي الكبير مولاهم رشيد. فهذا هو المغزى الخوت من هذا الفيديو، غير باش نشوفوا. حنا ما كنقلبوش على الهالك محمد السادس، لان ما غنستافدوا منه حتى شي حاجه، ما عمره يعطي شي حاجه للشعب المغربي. فغير حنا دائما كنحاولوا نفضحوا هاد الديكتاتوريه ديال هذا النظام هذا، ودائما باش الشعب المغربي يتيق ويزيد يتيقن بان راه نظام ماشي في مصلحه الشعب. والحل الاول والاخير هو الجمهوريه المغربيه الديمقراطيه. تحياتي للجميع، خذ ديروا اللايك والبارطاج باش تعمل فائده، ولأول مره كيشوف القناه يشترك في القناه. مرحبا بالجميع.